مساء الخير، انا نورين علي ودي قناتي طعم تاني. ويا ريت لو اول مره تشوفوني اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس على الكل. طبعا الفاكهه عندنا اليوستفندي يعني احلى فاكهه بقى في الشتاء، والقشر بتاعه كلكم عارفين قشره مميز وريحته حلوه. فالقشر مع معلقه ملح هنضيفهم على الفرخه بتاعتنا اللي احنا شاريينها. طبعا احنا بنشتريها من يعني مدبوحه ومتنضفه، بس بتبقى محتاجه تشطفوها كويس من الميه اللي بدم اللي عليها والزيادات اللي هي مش محببة لينا. لازم بقى بعد ما يعني تضيفوا الملح والقشر اليوستفندي، بعد 5 دقايق اعصروه كده بايديكوا، هتلاقوه بقى سهل اللي هو يعني العصارة اللي فيه تنزل. فبتلاقوا المية بقى كده لونها بيتغير، بيبقى لونها كده واخد اللون الاورنج شوية من العصارة بتاعت قشر اليوستفندي. الريحة بقى بقول لكم يعني بجد ريحة يعني خطيرة حلوة قوي ويعني عظمة. يعني بتحسوش بريحة الفرخة في البيت ولا اي زفارة ولا اي حاجة في المطبخ، وبيبقى المطبخ ريحته حلوة. طبعا بعد كمان ساعة ولا ساعتين كده وهي منقوعة في المية بملح، بتلاقوها تبقى نظيفة وحلوة. في حاجة هنا زي ما يعني بحب اوضح لكم، بيبقى فيه مثلا تكتلات دموية كده، افتحوها بسن السكينة عشان ان شاء الله الخطوة الجاية هعرفكم ازاي يعني تتخلصوا من كده خالص. الحلة تسخن كويس على النار، وبعد كده تعملوا صدمة للفرخة معاه. الأماكن من اللي احنا كان فيها تكتلات دموية واحنا فتحناها بالسكينة، لما بنشوح الفرخة كده على النار بتنشف خالص. وبعد كده بتلاقوا اللحمة كلها بيضة وحلوة، مفيش فيها أي أماكن يعني تكتلات دموية تضايقكم. ويعني تقلبوا الفراخ كده شايفين أخدت لون كأنها متحمرة. أنا يعني الخطوة ديت بحبها قوي. لازم في الفراخ او اللحمه لازم اشوحها كده على النار قبل ما اضيف عليها الميه المغليه. يعني بحس كده انضف وبنعملها صدمه. يعني الحاجات اللي هنضيفها للشوربه كلها تبقى حاجات صحيحه. روزماري، ورق لورا، حبهان، حبهان، عود قرفة، معانا برضو طماطماية و3 فصوص توم وكوبيبة صيني، والفلفل الأسمر كله يكون حصى. والروزماري بقولكوش يعني خطير، بيبقى مخليها ريحتها تحفة قوي. فالروزماري وورق اللورة وكل البهارات تكون صحيحة. هتسيبوها كده تغلي على نار كده عالية، وبعد كده تهدوا، وتضيفوا بقى الملح خلاص قرب ما تستوي، يعني ب5 دقايق كده او حاجة في الاخر خالص. بعد ما تضيفوا الملح سيبوها تغلي غلوتين. طبعا الحاجات اللي في الشوربة اللي هي الروزماري وكل الاضافات كده، ولو عندكم جزر برضو حلو بيبقى حلو قوي في الشوربة، ضيفوا برضو جزرايه كده قطعوه. طبعا لازم تصفوها كده عشان تقدموا بقى الشوربة تبقى نظيفة وحلوة، وهتلاقوا ريحتها خطيرة. طبعا القرفة مع الروزماري مع الحبهان، كل الإضافات بتمحي أي آثار يعني للزفارة، وأصلا ما كانش فيه زفارة بجد بجد. قشر الاستفندي يعني بينقيها وبيعقمها قوي، يعني القشر مع الملح حلو قوي. وهيبقى كده توفير للدقيق، طبعا غالي. فيلا كده خزنوا